السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم لبنى إيدال. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم هذا المسمن هذا بجوج حشوات كيجي غزال، وانا متاكده الا جربتوه غيولي معتمد عندكم. وما تنسونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. ودابا ندوزو المقادير وطريقه تحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير، بديت بالعجين هي الاولى باش نخليها ترتاح. كنحتاج 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق يكون من النوعيه الممتازه، وعندي 2 معالق كبار ديال الزيت، معلقه صغيره ديال لاموطارد اولا الخردل، عندي ملعقه صغيره ديال سكر حبيبات، ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، وعندي ملعقه كبيره ديال الخل والماء دافئ لجمع العجين. بسم الله، نبداو على بركه الله بالطريقه ديال التحضير. كيف ما كتشوفوا كنضيف الملح وسكر حبيبات، وغادا نضيف المكونات كاملين وحتى الخل حتى هو غادي نضيف. انا صراحه ما عبرت بالمعلقه، مهم نتوما عبروا بالمعلقه. درت جهد معلقه كبيره. صافي هنا بديت كنضيف الماء باش نجمع هاد العجين هادي ونخليها ترتاح ليا باش نوجد الحشوه. هنا وريتكم كيفاش كيكون القوام ديال العجين، كتكون صراحه رطيبه. صافي غادي ندهن ليها الوجه ديالها بشويه ديال الزيت، ومن بعد نخليها ترتاح وندوز باش نوجد الحشوه. بالنسبه للمكونات اللي كنحتاج انا في هذه الحشوه هذه، عندي 2 حبات ديال الفلفله حمراء وخضراء قطعتهم مربعات صغيره، واحد الحبه كبيره ديال البصله حتى هي قطعتها مربعات صغيره، واحد شويه ديال البزار، شويه ديال الملح وشويه ديال الزيت. صافي خليتهم كيتشحروا ليا. هنا بعد ما دبلت ليا ديك البصله والفلفله، زدت عليهم هاد الكفته هذه كيف ما شفتوا. وهنايا بعد ما شحرت ديك الكفته مع البصله والفلفله، هنا كنزيد توابل. عندي واحد المعلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره عامره ديال التحميره اولا البابريكا، وعندي ملعقه كبيره ديال القزبر والمعدنوس. صافي بعد ما شحرت دوك المكونات، هنا زدت عليهم شعريه صينيه اللي درتها في المسخون وخليتها حتى تسقطرات ليا، ومن بعد قطعتها. صافي وزدت واحد شويه ديال العطريه البصله ديال الحوت كتبقى اختياريه، وشويه ديال الزيتون وشويه ديال الهريسه. صافي بعد ما وجدت الحشوه خليتها تبرد. هنايا خديت العجين اللي خليتها كترتاح ليا. وريتكم كيفاش كيكون القوام ديالها ملي كترتاح. هي الصراحه العجينه ديال المسمن كل ما كتخليوها كترتاح كل ما كيجيكم المسمن زوين بزاف. صافي بالنسبه باش غادا نورق انايا هذا المسمن هذا، ذوبت شويه ديال الزبده والزيت كيف ما شفتوا. صافي هنا بديت خديت القرصه الاولى بعد ما شكلت في ديك العجين واحد الكرات كيف ما شفتوهم. هنا بديت كنورق في هذا العجين حتى كيبان ليا سطح العمل كيف ما شفتوا. وهنا كما كتشوفوا خديت هاد القطاعه هذه، قطعت هاد المسمنه هذه على 4 كيف ما شفتوا. يعني عندي 4 ديال المثلثات. كل مثلث كنحط فيه شويه ديال الحشوه كما شفتوا، كنحطها يعني بالتساوي. ومن بعد غادي نبدا نطوي كما غادي تشوفوا في الفيديو. صافي وغادي نحاول انني نلويها على شكل سيجار. صراحه الطريقه هذه سهله، حتى الا كنتم مزروبين دغيا تساليو هذا المسمن هذا وما كيشدش الوقت بزاف. صافي غنبقى مستمره على هذه الطريقه هذه حتى نكمل هذه الكميه ديال العجين. هنا عاودت خديت هاد القرصه الثانيه، غندير لها نفس الطريقه اللي درت القرصه الاولى. كنبسطها على هاد الطريقه حتى كيبان ليا سطح العمل، ومن بعد غناخد ديك القطاعه غنقطعها على 4 او على حساب القرصه، حيت انا صراحه ما عبرتش هاد القرصات هادو او هاد الكرات
يعني ما درتهمش كاملين في نفس العبار. هنا غادي نقطعها على 6 كيف ما شفتوا، يعني غيكونوا عندي 6 ديال المثلثات، وكل مثلث كنحط فيه الحشوه وكنسدها على الطريقه ديال السيجار. يعني طريقه سهله، وكما قلت لكم ما غاديش يشد لكم الوقت نهائيا. وهنا غادا ندهن الوجه ديال هاد السيجار هذا. خديت واحد البيضه، زدت معاها واحد شويه ديال الخل وشويه ديال صوص الصوجا، كندهن الوجه ديال السيجار. من بعد غادا نزينو بشويه ديال البافو. التزيين كيبقى على حسب كل واحد يزين بالطريقه اللي بغا. صافي في هذه المرحله هذه انا راني شاعله الفران باش يسخن ليا. من بعد غادا نحط اللاطه يعني الفوق، والعافيه كتكون من التحت حتى يطيب ليا من القاع. من بعد غنهبطو يتحمر. وكيف ما كتشوفوا هنايا خديت هاد العجين. بالنسبه للعجين في المره الاولى قسمتها على جوج انايا باش نوريكم الحشوه الثانيه اللي استعملت. صراحه هاد الحشوه هذه كتجي غزاله. فايتي حضرتها معاكم في واحد الفيديو. هاد المسمن هذا كيجي حتى هو زوين، غير انا في هذا الفيديو هذا تعمدت باش انني نوريكم يعني ممكن بعجينه وحده تقدروا ديروا جوج حشوات. صافي خديت القرصه الاولى اولا الكره الاولى كيف ما شفتوا كنورقها بشويه ديال الزبده. صافي وكنسدها على شكل مربع كيف ما كنسدوا المسمن العادي المعتمد عندنا. صافي غادي ناخذ القرصه الثانيه اولا الكره الثانيه، غندير لها نفس الطريقه اللي درت المره الاولى، وكنخليهم كيرتاحوا في الجنب. من بعد ملي كنسالي هاد التوراق ديال هاد المسمنات كاملين كناخذ المسمنه الاولى وكنبسطها على شكل مربع وكندير فيها هاد الحشوه هادي. بالنسبه لهاد الحشوه هادي فايتي حضرت معاكم صوص طماطم. صراحه انايا كتعجبني تكون في المجمد، وقت ما كنبغيها كنلقاها في المجمد. وهنا كما كتشوفوا خديت المسمنه الاولى كنحاول انني نبسطها على هاد الطريقه هذه. صافي غادي ندير ليها واحد شويه ديال صلصه ديال الطماطم على الطريقه، ومن بعد غادي ندير شويه ديال الطون. حتى الا توفر لكم الفرماج الاحمر ممكن تستعملوه، انا صراحه ما توفرش ليا، اكتفيت غير بهاد المكونات هادو وكيجي بهم زوين. صافي كنسدها على هاد الطريقه هذه. صافي هنايا غادي نعاود ناخذ المسمنه اخرى غندير لها نفس الطريقه اللي درت المسمنه الاولى، كندير لها هاد صلصه ديال الطماطم وكندير الطون، ومن بعد غادي نسدها بواحد الزيتونه في الوسط. صافي غنبقى مستمره على هاد الطريقه هذه حتى نكمل ديك الكميه ديال العجين اللي عندي. بعد ما كملت هاد المسمنات هادو هنايا كندهنهم بديك البيضه اللي دهنت السيجار في المره الاولى. صافي في هاد المرحله هادي السيجار راه طابوا ليا، غادا ندخل هاد المسمنات هادو يطيبوا ليا حتى هما. صراحه كيجيو غزالين وانا متاكده الا جربتوهم غادي يوليو معتمدين عندكم، يعني توجدوهم الكوتي كينفعوا بزاف بزاف. وفضلا وليس امرا ما تنسونيش بلي لايك ديالكم والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده، والكومونتيرات ديالكم اللي صراحه كيفرحوني وكيشجعوني، شكرا لكم بزاف بزاف. وكنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم هاد الفيديوهات هادو ويعجبكم المحتوى ديال القناه. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد السيجار هذا اللي صراحه حتى هو جا غزال بزاف بزاف، وحتى داك المسمن اللي شاركت معكم في الاخير حتى هو جا زوين. وكنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم بجوجهم وتجربوهم وتقولوا لي في التعاليق كيفاش جاوكم. ودابا نخليكم نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.